يقول احنا نادي القرن ومش عاجبه يشرب مش عارف من ايه الا بعد حبس رئيس النادي. هو كان يجرؤ خالد مرتجي يقول 125 مش عارف 105 مليون 100 مليون اهلاوي دول حبس رئيس النادي بتاعهم. شفتوا انتوا سكتوا حصل ايه؟ هو كان يجرؤ الراجل ابو وداد ينطق بحرف واحد بيقول وداد ومش وداد وسيد ومش سيد اللي بعد ما لقى الدنيا مفتوحه واتحبس رئيسكم وكلكم اتفرجتوا، كله كان بيتفرج. للاسف الشديد وانتوا مش واخدين بالكم انه يمكن في 2011 لما حصل في 25 يناير وفي كومبارس اسمها تيسير فهمي جابت سيره الرئيس الراحل حسني مبارك وداستها بالجزمه، كان الرئيس لسه، وقالت له يا ابن الكلب. انا يوم ما طلعت في التلفزيون قلت بدايه انهيار الاخلاقي في البلد دي، مش هتلاقي كبير بعد كده حد يحترمه. اذا كان رئيس الجمهوريه اهو بيتشتم بيتقال عليه ابن كلب. بعديها بقى ضربوا عميد الكليه اللي هو الدكتور سامي في عميد الاعلام، وضربوا محافظ هنا، واللي احنا شايفينه. فلما الكبير بينضرب ما تتكلمش عن الكيان. هو مش الكبير بتاعكم انضرب واتحبس والكل كان بيتفرج؟ ما شفتش انا حد من رموز الزمالك قال عيب. فاروق جعفر انا اللي مشغله في فن ما قالش عيب. حازم امام، ايمن يونس، حسن شحاته، هم فين؟ لا ده هشام ياكل نازل شتيمه فينا كل يوم. هم دول رموز الزمالك؟ عرفتوا الزمالك صغير في عيونهم ليه؟ عشان شايفين رموزه اللي بتضرب فيه. للاسف الشديد. فالملف بتاع الاخ كهربا اللي بنبارك لاخوه خد عفو قتل واحد وكان واخد 15 سنه عادي وعمل زفه في مصر القديمه لما طلع، اللي كان بيشتمني من جوه السجن. للاسف الشديد. فده الملف الثالث مرتبط بيه. يا فندم من فضلك حضرتك عايز تخش تقعد يا كابتن عصام يا تطلع، يعني حضرتك المكان كتيره، عندك مقصوره كبيره هنا. اتفضل اتفضل. مش هينفع في اي مكان لو كبير انضرب ما يسالش على الولاد. مين جالي المحكمه يوم النهارده؟ ولا حد. يوم مين جالي المحكمه يوم القيد؟ ولد صغير جه قال لي ادبه وتصور وعايز يعمل ترند. مش ده اللي جه؟ حد فيكم جه؟ حد فيكم سال؟ بس المعركه مش معركتي على فكره. انا قد محمود الخطيب واتحاد الكوره ووزير الشباب 10,000 مره. المعركه بتاعتكم انتوا كنادي ككيان تاني، ده كيان. فاحنا عندنا لاعب لعب وهو موقوف، ولاعب لعب بالمخالفه للجنه الانضباط وقراراتها. وانا مش عايز اقول حاجه عن المستشار عادل الشرباجي لانه ده صديق عزيز من زمان. هي اللجنه بتاعت التظلمات اللي هو طلع بنفسه وقال قبل كده القرارات انضباط ونفذ. هو كان رئيس لجنه التظلمات، هو راجل محترم ونائب رئيس محكمه النقض وراجل مؤدب، وكان معاه في الدايره شخص تاني صديق عزيز كان بيلعب معايا كوره ايام ما كنت رئيس محكمه في الكتكات. بس الاثنين اهلاويه. محمود علاء اهلاوي وهو عارف، وعادل الشرباجي اهلاوي وهو عارف. وابعدوا الاهلي والزمالك عن القضاء والنيابه. ده خطر، ده خطر على فكره يا جماعه. اخطر حاجه الانتماء الكروي او الديني او السياسي او الحزبي يدخل في القضاء والنيابه. الاثنين اهلاويه. محمود بيه كان بيلعب معايا كوره اهلاوي بيلبس التيشيرت، هو كان رئيس محكمه معايا في مجمع كتكات. انما حضرتك لما تقول اصل انا برجع، انت كان قدامك 3 حلول وانا كنت موافق عليهم. اديله براءه، خفف العقوبه، ايد العقوبه، هات لي نص في لائحه وقانون
نص واحد بيقول لك ترجم. الملفات دي انا بقالي 15 يوم قاعد بكتب فيها، هتترجم وهتروح الفيفا ومحكمة الكاس. مش هنسيب حق الزمالك تاني، مش هنسيب حق الزمالك تاني. يمكن احنا اجتمعنا وخدنا قرار بالاعتذار عن مباراة العار وكاس العار